السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر شبيبو في الحصة الثانية دلوقتي. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز جدا، بيقدر ان هو يخش بين الإقناع بوشه وبعد كده يرجع بظهره. ليه؟ لأن احنا معانا بنحدد معاها فيها أبعاد العربية، بنحدد فيها السرعة بتاعتنا البسيطة، حركة الدركسيون، وفي نفس الوقت الفرامل والدبرياج. زي ما انتم شايفين ان هو لازم يبقى مركز كويس جدا في ابعاد الدركسيون بتاعته، عشان لو عوجت يمين او شمال فبالتالي هيبعد عن المسار المحدد ليه بالاقماع. ونفس الكلام لو ما بصش في المرايات بتاعته هيخبط في الاقماع اللي وراه. احنا معانا بنتدرب بوشنا زي ظهرنا، علشان ما ينفعش ان انت تعرف تسوق ويبقى ماشي بوشك بس، او ما بتعرفش ترجع بظهرك. فلازم تتدرب معانا على الحاجتين، ويبقوا الحاجتين بالنسبه لنا واحد. علشان كده انت بتيجي تتدرب معانا في السواقه، انما لو رحت تتدرب مع نفسك هتبقى بتعرف تسوق بوشك على طول، انما بظهرك هيبقى صعب شويه. زي ما انتم شايفين بيركز كويس جدا يمين وشمال في المرايات كويس جدا جدا، ويقدر ان هو يتخطى اخر قمع. اتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر شبيبو. زي ما انتم شايفين دلوقتي في مرحلة التخطي او المراوغة بين العربيات، ان انت لو قدامك عربية وكانت راكنة فبتقدر ان انت تطلع بعيد عنها، او لو كانت قدامك ميكروباص وكان واقف بيحمل فبالتالي انت برضو بتحاول تتخطاه وتطلع منه. ما بنفضلش ملتزمين بالناس اللي هي بتبقى ماشيه بطيء، وان احنا هنفضل ماشيين في نفس الحاره الواحده. لا بالعكس، احنا بنقدر ان احنا نتفادى اللي قدامنا. زي ما انتم شايفين بنتدرب عليها اتجاه يمين واتجاه شمال، علشان تبقى عندك القابليه ان انت تقدر تتخطى في اي اتجاه. ما شاء الله عليه مستر شبيبو. اتمنى ليك التوفيق والخير، وان شاء الله نشوفك على الطريق باسرع وقت ممكن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر شبيبو. زي ما انتم شايفين دلوقتي بنتدرب على الطلعة بتاعة الكوبري، علشان لو قابلتنا وكان الطريق كان زحمة او طلعة الكوبري كانت واقفة، فبالتالي العربية ما تجيش وتقف مننا على طلعة الكوبري، او ان هي ترجع بينا تخبط اللي ورا. زي ما انتم شايفين معانا مستر شبيبو بيقدر يطلع بالعربية بكل مهارة وبكل سهولة. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز جدا، بيقدر ان هو يتخطى اختبارات كتير معانا. عايزين نجربها تاني يا مستر شبيبو؟ نعم استاذ. نجرب تاني؟ نعم ان شاء الله. بيشد الهاند بريك، يبتدي ان هو هيطلع. زي ما انتم شايفين العربية بتطلع لقدام ما بترجعش لورا. تسلم ايدك مستر شبيبو. اتمنى ليك التوفيق ان شاء الله والخير. اتمنى نشوفك على الطريق في اسرع وقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر شبيبو من توجو، بس هو عايش معانا هنا في القاهرة بس عشان هو شغال مترجم فرنساوي. أول حاجة أقول له جو سوي تري كونتون دي تي فوار إن إيجيبت مستر شبيبو. Oui, je suis très content de vous retrouver ici en Égypte avec mon capitaine Khalid. Ça a été vraiment très magnifique. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de panique. Je conduis facilement avec son aide d'après les apprentissages. Nous sommes à la deuxième séance et tout se passe très bien. Je suis très fier et je suis très fier aussi de l'apprentissage. Je suis très satisfait et Inch'Allah, c'est prêt à Dieu, on va maîtriser le code de la route. Je vous remercie beaucoup. Soyez très ravis. Salam alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين مع مستر شبيبو. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز جدا. قدر ان هو يحقق معانا الاختبارات بتاعتنا، وقدر ان هو يتمكن ان هو يقدر يمشي معانا على الطريق بكل بساطة وبكل سهولة، بدون اي خوف وبدون اي تردد. نتمنى ليه التوفيق، ونتمنى ان شاء الله ليه السعادة، ونتمنى نكون حققنا طلبه، ونتمنى ان احنا نكون ما قصرناش معاه في اي حاجة. نتمنى ليك التوفيق مستر شبيبو. نتمنى ليك الخير ان شاء الله. الحمد لله، شكرا، جزاكم الله خيرا وخير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.